لو انت بوظت الدايت او هتبوظ الدايت او الدايت باظ، فده اهم فيديو في حياتك هتشوفه. انا رأيي دايما ان اللقطة اللي بتخلي الناس تنجح في الدايت ازاي هتتعامل لما تبوظ دايت، لما تلخبط. وبالمناسبة ينفع تشيل كلمة دايت وتحط اي حاجة في الحياة. ازاي هتتعامل وقت الانكسار، الاحباط، السقوط. هو ده اللقطة اللي هتنجحك في الدايت وفي حياتك كلها. كان في كتاب اسمه ممتلئ بالفراغ للدكتور عماد رشاد، انا كنت بقراه وفي حته كانت عظيمه جدا ازاي تتعامل في الوقت ده. فهو بيقول ايه ببساطه، دي مش فكرتي، دي فكره الدكتور عماد. اول حاجه ان انت اتعامل مع نفسك زي ما الجي بي اس بيتعامل معاك. يعني ايه؟ يعني لو انت رايح طريق وتهت دخلت لفه غلط، الجي بي اس ما بيروحش طالع يقول لك انت عملت ايه؟ اللي دخلك من هنا بس ومش عارفه ايه، انا قلت لك ما كان في لفه هناك انت فوتها مفيش. هو بيوجد لك طريق بعدها بجزء من الثانيه، لان الطريق موجود انت بس مش شايفه. او اتاخرت شويه، ايه اللي هيحصل؟ انت لو انت ما خدتش الطريق دوت الصح اللي الجي بي اس كان مديهولك، ايه اللي هيحصل؟ كلنا تهنا قبل كده في حاجه عملناها في الحياه، كلنا تهنا في الجي بي اس. يعني انا بتوه كتير في الجي بي اس. هو بيديك الطريق، هتلف شويه، هتطلع كوبري مثلا مختلف، تصرف شويه بنزين اكتر، بس في الاخر الطريق موجود. كمل لانه موجود، محدش خد منك الطريق. مفيش حد لما تاه في اول يو تيرن فوتها مثلا فتاه فقال لك بس انا هرجع مش رايح بقى، كنت رايح القاهره والله من رايح. مفيش حد، لو حد عمل كده يبقى عبيط، بس يعني اي ثينك ان مفيش حد عمل كده. بنكمل تاني، بنتضايق بس بنبقى باصين اكتر، بتبدا تنفخ وتوطي صوت الكاسيت واللي جنبك تقول له اسكت بس سيبنا ركز، بس في طريق بتحط عينك عليه. دي اللقطة يا صديقي اللي بيتم انصياع التجربة الكامل ليك انت. دي اللقطة اللي انت بتبقى المسيطر فيها. دي اللقطة اللي انت هتعرف كل حاجة. مفيش حد مش هيتوه، مفيش حد مش هيلخبط، مفيش حد هيبوظ الدايت. بس في الاخر اول ما تبوظ الدايت تفتكرني وتبقى عارف ان والله العظيم 3 هو في طريق. حتى لو تعبت شوية وهتكمل ايام زيادة وهتضغط على نفسك عشان تحرق اللي انت لسه زايده، كمل، لانه وحياة ربنا في طريق. الطريق هيفضل موجود، اوعى تجيبه من ورا تاني. خليك مؤمن بنفسك وخليك فاكر ان اتعامل مع نفسك بالراحه. اتعامل مع نفسك زي ما الجي بي اس مش هيلومك، مش هيحبطك، مش هيقعد يكسر فيك، مش هيقعد يقول لك انا قلت لك انت تهت زي كل مره ما تهت. لو تهت 100 مره ممكن تنجح في ال101.